السلام عليكم البنات، كي صبحتوا لاباس مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم المعقوده وكيفيه التخزين ديالها في المجمد. على بركه الله، بسم الله. كنسلقوا البطاطا، نقيوها، نعبسوها مزيان. كنعبسوها مزيان. اللي ما عندهاش هذه بالفرشيطه تعبس مزيان. نديرو التوابل، الملح على حسب الذوق، شويه حب الكحله، شويه الخرقوم، شويه بابريكا، شويه سكينجبير، الكمون، ضريسات ديال الثوم. الربيع، قزبر ومعدنوس، اللي موجود في الدار باش ما نعكزوش. انا عندي 2 بيضات، البيض على حسب البطاطا اللي عندك كميه كبيره غادي تزيدي، كميه قليله ديري وحده نتيا ورشقك. ونولو تاني نعبسوها مزيان. نعبسوها مزيان، تندخلو فيها كاع هذيك التوابل، داك البيض والثوم والربيع. كنفوتوا المرحله نتاع كيفاش نجمدوها في المجمد. ولا شابلور اللي عندك في الدار، عندك لا شابلور، عندك السميد الرقيق، عندك بليدون، عندك الفرينه، اللي موجود في الدار استعمليه. نجيبوا واحد الصني ونفرشوا له ميكا، نهزو من هنا على حسب الكره اللي بغيتي، العبار اللي بغيتي انتي، وانا نحطها هكا في لا شابلور، هكا ونحطها في لا شابلور هكا. ندير عليهم لا شابلور هاك. ونحط في الصني، نكور، نصاوبوها، نحط في الصني، نستفهم في الصني. الكميه اللي عندي نصاوب على الكميه اللي عندي ونرجع معكم. ها هي الكميه اللي عطاتني، نستفهم هكا في الصني. هذه هي، ندهنوهم شويه ديال الزيت، واحد شويه هكذا، باش من نغلفوهم بالميكا ما تلصقش عليهم. نجبدو عليهم ديك الميكا، ونمشيو نديرو مجمد حتى يتجمدوا. انا ديجا كان عندي، كنت مصاوبه من قبل، كانوا عندي في المجمد، ولكن من نخرجوهم من المجمد قبل ما نخرجوهم من المجمد نديرو الزيت تسخن مزيان، ونخرجوهم نقصوا البوطه النار متوسطه، وهكاك من المجمد للمقله. ولا بغيتوهم في الفران، من المجمد للفران، تجيبوا الصني تستفوا في الصني وديروه في الفران، والفران يكون سخون، ونقصوا له شويه. ما جبدتهم من المجمد، راني عاد درك جبدتهم وغادي نديرهم ديريكت في المقله. شفتوا؟
غادي درك نديرهم ديريكت في المقله في الزيت سخونه، نقص البوطه. ها هم المجمد المقله. وما تقلبوهمش حتى تحسوا ريصانكم، تحسوهم باللي طابوا من التحت، عاد قلبوهم. ها هما طابوا. انا طيبت، هاني جبت طيبت غير على حساب ما ناكل انايا، والشي الاخر ديته في الكونجيلي، وتجبدي غير على حساب ما طيبين. ها نحل معكم وحده. ها شوف، شتي ما تجيش شاربه حتى الزيت بزاف. هاي واحده اخرى نشوفها معكم. ها وبالصحه والراحه، وما تنسونيش من لايكات وجيم، وان شاء الله مع وصفه واحده اخرى. ولكن راني نعاود ونكرر ان تجبدوها من الكونجيلي للمقله ولا من كونجيلي للسنين تاع الفران، تدخلوه للفران، ما تحطوهمش حتى يذوبوا، راه ما كتصدقش. راه من الكونجيلي للمقله، من مجمد للمقله، من مجمد للصني للفران، وتدخلوا ويكونوا عاد الفران من لا بغيتوهم في الفران. راه من تجبدوهم خاص الفران يكون سخون، ولا بغيتو تقليوهم من تجبدوهم خاص المقله تكون سخونه، الزيت تكون سخنت، وتنقصوا لها المتوسط شويه وحطوهم وقليو على حسب ما تبغيو. وها هي، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. مع السلامه.